سلام، كنتمنى يلقاكم هاد لا فيديو على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في مطبخ خديجه مكي في وصفه جديده وفيديو جديد. كيف ما كتعرفوا الخليع معروف بمدينه فاس، وهاد المدينه هي المدينه ديالي. واليوم غنشارك معكم الخليع الفاسي بالطريقه اللي تعلمت من الام ديالي الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين، بطريقه سهله. وغادي نعطيكم جميع الاسرار والنصائح باش ينجح معكم هاد الخليع من اول محاوله. ندوزو على بركه الله المقادير وحتى الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا واحد الكميه ديال اللحم، اي نوع ديال اللحم، غنمي، بقري، ماعز، اي نوع. انا هنايا خديت الغنمي، الجهه ديال الشوا، يعني جهه شويتها الصراحه وجهه خليتها كامله استعملتها هنايا هكا الخليع، يعني غير الهبايره خديتها وقطعتها على هذا الشكل هكا بالطول وخليتها شويه عريضه باش الخليع ديالي يجيني زوين ويجيني عامر وزوين. بالنسبه للمقادير كنحتاجو الكمون، القزبور حبوب او قزبور يابس، الثومه محكوكه، نص كاس ديال الخل، وكاس مع مرش ديال الملح، وكاس مع مرش ديال زيت الزيتون. من الاحسن زيت الزيتون، ممكن تعوضوها بزيت المائده. من هنا غادي ندوزو للطريقه. اول حاجه غادي ناخذ القزبور يابس، من الاحسن تكونوا عاد طحنتوه جديد. غادي ندير 2 معالق كبار ديال القزبور حبوب او لا قزبور يابس، مع واحد المعلقه ونص ديال الكمون اللي حتى هو من الاحسن يكون مطحون جديد، مع معلقه كبيره ديال الثوم اللي حتى هي مطحونه، كاس مع مرش ديال الملحه، وديك نص كاس ديال الخل. هكا كنفرغوا فوق الخليط ديال اللحيمه، وغادي نحاول نبقى نلبس مزيان ديك اللحيمه ديالي كامله في بديك التوابل اللي درنا القزبور ولا الكمون. وكما قلت لكم من الاحسن القزبور والكمون يكونوا طريين بحرا طحنتوهم، او لا جيبوهم عندكم هكا للمنزل ديالكم وطحنوهم في اخر لحظه اللي تكونوا كتصوبوا فيها هاد اللحيمه هادي. هنا كنحاول ما امكن ندخل مزيان ديك العطريه او لا ديك التوابل ديال هاد اللحيمه او لا ديال هاد الكديدات. من بعد غادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون، وغادي نحاول ندخلها مزيان. كما كتعرفوا زيت الزيتون راه كتعطيها طبقه كتحمي لنا هاد اللحيمه هادي من، كما كتعرفوا من غادي نشروها وغادي نخليوها تيبس كنحميوها من كما كتعرفوا من هكا من الحشرات ولا اي حاجه قبيحه، غادي تحميها وغادي دير لها بحال واحد الطبقه محميه ليها. كنبقى نستمر هكا وكندخل ديك زيت الزيتون في اللحيمه ديالي كامله، ومن بعد غادي نغطيها بابي فيلم، وغادي نحاول نحتفظ بها تقريبا ليله. من الاحسن تكون ليله، واللي ما عندوش الوقت راه غير واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع راها حتى هي كافيه، ولكن من الاحسن ليله كامله. من بعد غادي نمشيو للشحمه. انا هنا خديت الشحمه ديال الكلوه اللي كتعطيها مذاق رائع للخليع ديالنا. كنصحكم ديروا الشحمه ديال الكلوه ولا تخلطوا ما بيناتهم بجوج. انا هنا عندي كيلو وربع ديال الشحمه غير الكلوه اللي درتها في الكونجيلاتور غير واحد شويه وطحنتها في الهاشوار، يعني ساعدتني بسرعه. واللي ما عندوش راه كيديها للجزار يطحنها له. هنا غادي نصبوا الخليع ديالنا. كناخذوا واحد الطنجره ولا كوكوط ولا اي حاجه، كنديروا يطرو ديال الماء عادي ديال الصنبور او لا الروبيني، وغادي ناخذوا ديك الشحيمه كما قلت لكم ديال الكلوه. انا هنا راه ما عنديش مخلطه، عندي غير ديال الكلوه بوحدها. تيقوني الا درتوا الخليع ديالكم بالشحمه ديال الكلوه راه كتجي فيها واحد الخليع اللي غزال وعلى حقه وطريقه، ما كيجيكمش ميدم، وحتى ملي كيكون كيطيب ما كيعطيكمش واحد الريحه اللي مجهده في الدار ديالكم. وفي المذاق ديالو ملي كطيبوه ولا تبغيو تاكلوه مع بويضات ما كيجيكمش زعيق ودغيا كيقهمكم. هنا غادي نحاول نزيد نضيف واحد شويه د الكمون باش ديك الليدان حتى هو يجيني فيه ديك المذاق زوين. وغادي نضيف حتى معلقه كبيره مع مراش ديال الملحه، وغادي نديرو فوق البوطه حتى يغلي 2 غليات مزيان وتذوب لي ديك الشحيمه. هاد الوقيته هادي اللي غادي نديرها انايا الطنجره ديالي فوق البوطه، غادي نمشيو نشوفوا الكديدات ديالنا وغادي نحاولوا نقطعوهم. هنا راني خديت الكديد من بعد ما يعني يبس لي مزيان تماما، وغسلته واحد الغسله خفيفه غير هكا من الغبره ولا شي حاجه، يعني ما كنرقدوش في الماء ولا كنغسلوه كنطولوه في الغسيل ديالو، يعني كنرشوا عليه غير شويه د الماء هكا غير كيتغسل. من بعد كناخذوه وكنستعنوا بواحد المقص ونقطعوه على هذا الشكل هذا كما بغيتو، يا طويل يا صغير بحكم حنا غادي نديروه في المنزل ديالنا نخليوه هكا متوسط، يعني كنقطعوه تقطع اللي كيكون هكا متوسط.
كنستمر هكا حتى كنكمل ديك القديدات كاملين اولا ديك اللحيمه الميبسه. وباش تعرفوها تيبسات لكم، راه اون فوا كتجبدوها من السطح وكتبغيو تقسموها، كدير لكم الصوت ديال الطريق، يعني كتهرس معاكم، كتجي بحال اللي مقرمشه، ومن الداخل كتبقى لكم طريه. اما الا لقيتوها من الداخل هكا مازال فيها الدم ولا حمراء وفيها الدم، راه كتعرفوا ان اللحمه ديالكم راه مازال ما يبسات. هنا من بعد ما ساليت القديدات ديالي قطعتهم، هنا نمشيو للطنجره، وكما كتشوفوا ها هي كتغلي الغليه الاولى والغليه الثانيه حتى درت لي ديك الكشكوشه. يعني تبعوا معايا المراحل باش ينجح معاكم بحال اللي نجح معايا. هنا من بعد ما غلى لي مزيان ودرت لي ديك الكشكوشه، غادي نمشي وغادي نفرغ فيها ولا غادي نضيف فيها ديك اللحيمه اولا ديك الكديدات الميبسين. كما كتشوفوا غادي نضيفهم هكا، وغادي نحرك مزيان اللحيمه وندخلها في ديك المريقه. ومن هنا غادي نضيف 3 المعالق ديال القزبور اليابس اولا القزبور حبوب، باش يعطيني ديك اكريش. يعني حتى ديك اكريش راه حنا كنحتاجوه في المنيوريات ديالنا، في بزاف ديال الوصفات، باش يعطينا ديك اكريش اللي كيجي حتى هو بنين وزوين. من بعد هنا غادي ندير نردو فوق البوطه، وضروري مع التحريك المستمر، وضروري نقطه اخرى انها كيطيب على المهل. يعني كنديروا بوطه قليله، يعني ما كنخليوهش بوطه مجهده، وكنشدوا عليه هكا. يعني ما كنشدوش عليه على شكل صفاره، واخا انا درتها في الكوكوط راني ما كنشدش عليها بالصفاره. يعني الخليع الاصلي راه ما كيتشدش بالكوكوط، راه كيدار في طنجره عاديه وكيطيب على عافيه اللي كتكون مهيله ومهيله بزاف. كما كتشوفوا ها هو كيطيب لي غير على المهل. مش الناس ديال زمان راه كانوا كيطيبوه فوق الفاخر وكيخليوه الليله كامله هو كيطيب على خاطر خاطره. كما كتشوفوا ومره مره كنجيو كنحرك غير بشويه. كما كتشوفوا بهذه الطريقه كنحرك هكا 8 دقائق 7 ديال الدقائق، كنجي هكا وكنحرك غير بشويه. كما كتشوفوا ها هو كيطيب لي غير على المهل. يعني كنخلي له كنعطيه وقته وكنعطيه الحق ديالو باش يجيني ديك اللحيمه ويجيني ديك الخليع اللي ناجح 100%. كما كتشوفوا بهذه الطريقه. ومن بعد هنا غادي نحاول عاوتاني نحرك مره واحده اخرى. انا دازت لي تقريبا هنايا واحد 5 ديال الدقائق، غادي نولي نحرك. وهنا غادي نحاول نشوف اللحيمه ديالي الا دخلها الطياب. هنا كما غادي تشوفوا معايا ها هو دخلوا الطياب مزيان ولا عندي يعني طايب. في هذه الاثناء هذه غادي نضيف له تقريبا يطرو لارب ديال زيت الزيتون، او لا ممكن تضيفوا حتى 1 لتر ديال الزيت، يعني ماشي مشكل. ومن الاحسن ديروا زيت الزيتون، واما تخلطوا ما بين زيت المائده وزيت الزيتون. هنا غادي نحرك واحد التحريكه اللي كتكون خفيفه، من بعد ما كنبقاش نحرك بالسباتول ولا كنحركو، يعني تنقبط غير الطنجره وكنبقى نحرك غير بالطنجره هكا. يعني هنايا راه كنحرك اخر تحريكه. وفي هذه اللحظه هذه راه ما كنسدش على الكوكوط باش ديك الغطايه ما كتطلقليش العرق ديالها، ودير لي القطرات ديال الماء في الليدام ديالي اولا في الخليع. هذه اللحظه هذه حنا عندنا الغرض ان الليدام ما تبقاش فيه قطره ديال الماء، ونخليوه على خاطر خاطرو بلا ما تشدوه. كما كتشوفوا انا هنا راه ما شديتش عليه ابدا حتى تاكد تماما ان ديك الخليع ديالي راه ما بقاتليش منه قطره ديال الماء. لان الا بقات لكم فيها الماء راه ديك الخليع من بعد راه كيغمل لكم، ومن بعد كيخسر لكم وكيصوف لكم، يعني كيولي قبيح وما كيوليش المذاق ديالو زوين وما كيبقى لكمش مده طويله. تيقوني الا تبعتوا هاد الطريقه اللي كنقول لكم وهاد الطريقه هاد المقادير اللي عطيتكم، راه كونوا على يقين غادي يبقى لكم حتى لمده سنه. يعني هاد الخليع يبقى لكم مده ديال سنه واكثر. هنا كنحاول ناخذ ديك اللحيمه ديالي كامله. كما كتشوفوا راني خليتها وعطيتها حقها في الطياب حتى طابت لي ورجعت لي ديك اللحيمه رجعت لي طايبه وطايبه مزيان. كما كتعرفوا الحويجه ديال الدار ضروري كنعطيوها الخاطر وكنعطيوها الوقت باش النتيجه كتجينا ديك النتيجه اللي زوينه ومرضيه، وكنتمتعوا بديك الوصفه في الاخير. هنا كما كتشوفوا غادي نحاول نحيد ديك اللحيمه ديالي كامله. هنا راني حيدتها كامله، وغادي ناخذ واحد القرعه اللي بطبيعه الحال كتكون مغسوله ومنشفه ومعقمه مزيان، وغادي نوضع فيها ديك اللحيمه ديالي كامله. كما كتشوفوا غادي نوزعها في ديك القرعه، وهانتوما كتشوفوا معاكم اللحيمه كي كتبان طايبه، باش انا من نجي ناكل ديك الخليعه تجيني فتيه وتجيني طايبه مزيان. هنا كنستمر هكاكا حتى كنكمل ديك اللحيمه كامله. كما كتشوفوا كنحاول نهز ديك اللحيمه اللي كتكون باقيه لي، وغادي نفرغ فيها غير ديك ليدام اللي كيكون في الوجه ديال الطنجره. كما كتشوفوا غادي نحاول نحيد غير ديك ليدام اللي كيكون من الفوق.
على هذا الشكل هذا. هنايا شوف ما شاء الله راه عطاتني قرعه ما شاء الله. وهنا غادي نحاول ناخذ قرعه اخرى وغادي نفرغ فيها هذا اكريش. هذا هو اكريش اللي تنتوا كناخذوه بثمن صراحه الله طالع، وكيصلح لنا بزاف المليويات خصوصا في الوصفات ديال رمضان. كيجينا فيه يعني كيجي زوين وكيجي فيه بزاف ديال الوصفات الدادي. كما كتشوفوا هذا هو الخليع ديالي من بعد ما ساليته. هذا هو اكريش، وهذه الحيمه اللي درتها من الداخل وفرغت عليها ديك الليدان اللي هي الطبقه المحميه ديالها، يعني كتخلي لنا ديك الليدان كيجينا زوين. وهنا غادي ندير معكم واحد التجربه باش تشوفوا الطريقه الصحيحه، ونشارك معكم باش تعرفوا الخليع ديالكم راه ناجح وناجح 100%. كتاخذوا واحد الكيردون، كديروا واحد الطريف ديال الحياتي، كتفندوه في شويه ديال الليدان ديال الخليع، ومن بعد كتشعلوا عليه هكا واحد البريكه ولا عافيه. الا شفتوها تشعلات لكم كي بحال هكا كتعرفوا ان الخليع ديالكم راه ناجح وناجح 100%. الا شفتوا ديك العافيه ديالكم كتصفى كتعرفوا راه الخليع ديالكم مازال فيه الماء، وكونوا على يقين راه غادي يخسر لكم وغادي يغمل لكم وغادي يصوف لكم. غادي ديك الساعه ضروري تردوه للطنجره وكتوليو تعاودوا تخليوه يطيب ويتصفى مزيان تماما من الماء. كما كتشوفوا انا هنايا ها هي كتذوب لي، يعني ديك الطريف ديال حياتي ها هو كيتشعل وكيذوب على خاطرو، لان بصح ما بقاش في الخليع ديالي قطره ديال الماء. كنستمر هكا حتى كتكمل لي هذيك الطريف ديال حياتي. ديك الكحوليه راه ديال حياتي، يعني كتحرق وكتشعل كما كتشوفوا هي شاعله وشاعله مزيان. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الفكره هذه، وهذه هي الطريقه الوحيده باش كنعرف ان الخليع ديالي ما بقاش فيه قطره ديال الماء. وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما كنخليه هكا على جنب، هكا كيبس واحد شويه ولا كيجمد، لان كتعرفوا راه فيه الشحيمه ضروري كيجمد. واكريش هذاك ديالنا كنحتاجو كما قلت لكم المليويات اولا المسمنات. وهذه هي القرعه اللي داخل فيها الحيمه اللي يبسنا وشرملناها مزيان ويبسناها، ومن بعد طيبنا ديك الخليعه ديالنا. كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه هذه، وصيقوني جربوها. كما كتعرفوا راه الخليع راه كيدير بالثمن زعما طالع، من الاحسن صوبوه في الدار ديالكم. يستحق انكم تجربوه وتفرحوا بها وليداتكم وتفرحوا بها حتى نتوما، علاش لا. كنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ولا عجبكم ما تنساو تشاركوا بالاصدقاء والحباب ديالكم باش تعمل فائده. وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على لي كومونتير الزوينه اللي كتخليو لي في حقي، وشكرا على المشاهده الكامله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.